ازيكم؟ في ايام البرد دايما بنبقى عايزين نعمل حلويات تدفينا وتكون في نفس الوقت سهله وسريعه وما بتاخدش مننا اي وقت. النهارده انا هعمل معاكم وصفه حلوه قوي، انا عن نفسي بستنى الشتاء عشان اعملها، وهي صينيه البطاطا بالكريمه. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه، ويعني عايزه اقول لكم ان هي اقتصاديه جدا، ما بتاخدش اي مكونات غريبه، كل المكونات موجوده عندنا في البيت. مجرد بس الطريقه اللي هنعملها مع بعض هتكون حلوه جدا. الوصفة دي كمان هتعجب الولاد قوي، لأن أغلب الولاد ما بيحبوش ياكلوا البطاطا مشوية مثلا، فاعملوها في البيت ودوقوها لهم وهتعجبهم جدا. بس قبل ما ندخل في الوصفة، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس، وكمان تكتبوا لي تعليقات حلوة منكم. في البداية أنا مجهزة كيلو من البطاطا، وزي ما انتم شايفين أنا مليت الحوض وسديته وسبت البطاطا تتنقع شوية عشان الطين اللي بيكون عليها كله ينزل أو يعني يتفرج بسهولة، فسبتها حوالي ساعة كده في الحوض. وبعد كده شغلت عليها الحنفية وغسلتها كويس كده بالفرشة لغاية ما نطفت تماما، يعني بندعكها شوية أو بتاخد وقت شوية في الغسيل عشان تنضف معانا كويس. وبعد كده مسكتها قشرتها كلها بالمقشرة. طبعا أنا يعني عن نفسي بحب يعني أقشر البطاطا بالمقشرة عشان ما بتاكلش من البطاطا كتير، يعني سواء البطاطا أو البطاطس مثلا. في ناس تحب تقشرها بالسكينة، يعني زي ما يعجبكم. المهم ان انتي تقشريها، بس ما يعني ايه ما تاكليش منها كتير، عشان الكمية يعني تكون كويسة. اهو بعد ما قشرتها ونضفتها كويس قوي قطعتها لحلقات وجهزتها عشان اشتغل بيها. زي ما انتم شايفين كده انا قطعتها تقطيع عشوائي او يعني حلقات كبيرة، مش مشكلة، المهم عشان لما نسويها تستوي معانا بسرعة. جبت حلة متوسطة الحجم وفضيت فيها كل كمية البطاطا، وحطيت معاها معلقتين سكر. لو عايزة تزودي السكر مفيش مشكلة، ممكن تزودي لحد 4 معالق سكر، ولكن معلقتين كان الطعم مظبوط جدا. وضفت كوباية من الحليب البارد، وضفت معاها معلقة زبدة، وكمان باكت فانيليا. حطيت كده كل ده مع بعضه ورفعتها على النار على طول، على نار متوسطة، يعني بلاش تكون عالية قوي عشان تاخد وقتها في السوا. اهو زي ما انتم شايفين انا رفعتها على النار، طبعا بتاخد معاكي حوالي نص ساعة وبتستوي. ما حطيتش اي ميه ولا اي حاجه، هو اللبن هيسويها وهيديها كمان طعم حلو قوي. بصوا ما خدتش وقت، كانت استوت واتهرست كمان، يعني هي مش محتاجه كمان ان انتي هاند بلندر او مثلا حد مثلا عايز يهرس بالشوكه، لا هي مش هتاخد معاكي خالص كل الخطوات دي، لان هي بتستوي بسرعه او بتتهري كمان بسرعه. طبعا زي ما انتم شايفين انا ضفت معلقتين كبار من الزبيب ومعلقتين كبار من جوز الهند. لو حابه تزودي برضو دي اضافه اختياري، ولكن ميكس الزبيب مع جوز الهند بيدي طعم حلو جدا. اهو قلبتها كويس، وطبعا انت كل ما بتقلبيها هي بتتهرس معاكي بسرعه، او يعني القوام بتاعها بينعم على طول. جهزت صينيه، دي صينيه صغيره، اصغر مقاس عندي في الصواني البايركس اللي هما بيكونوا 3 مع بعض، انا اخترت اصغر مقاس. وفضيت فيه كل البطاطا وسويتها كده بالسباتيلا، هي بتتساوى بسرعه. اهو زي ما انتم شايفين، عشان بس ما تكونش حته عاليه وحته منخفضه. وبعد كده هي خلاص كده اتفردت وجاهزه. طبعا هركنها على جنب، وبعد كده هشوف الخطوه اللي بعد كده. بعد كده بقى انا هجهز طبقة الكريمة اللي هتكون على الوش. انا معايا كازرول او حلة كده صغيرة، حطيت فيها كوباية واحدة من اللبن ومعلقة سكر او معلقتين سكر، الحلاوة اللي انتوا عايزينها ضيفوها، اي يعني كل واحد على حسب الطعم اللي هو بيحبه. انا ضفت معلقتين سكر، وبعد كده ضفت معلقة من النشا وباكت فانيليا، وقلبت كل المكونات دي مع بعض كويس قوي ورفعتها على النار. زي مهلبية كده، بس مهلبية خفيفة خالص. طبعا لو عايزين تزودوا الكمية ممكن تزودوا، بس لكل كوباية لبن بتضيفوا معلقة واحدة من النشا، يعني اللي حابب يعمل كوباية ونص لبن هيزود نص معلقة نشا، لو حد هيعمل كوبايتين من اللبن هتضيفي معلقتين من النشا، وهكذا.
طبعًا أول ما القوام تقل أنا ضِفت معلقة كده من الزبدة تدّي طعم حلو، لو حابة تضيفي مثلًا معلقتين كريم شانتيه لو عندِك، أو مثلًا كريمة لباني برضه بتدّي طعم حلو جدًا دسم كويس يعني. أنا اكتفيت بمعلقة الزبدة وهي سخنة كده هانزّلها على البطاطا وهاسويها كده على الوش كويس أوي. طبعًا أنا ما عملتش يعني كمية كبيرة من طبقة الكريمة عشان برضه ما تغطيش على طعم البطاطا. أهو بُصّوا سويتها كويس وخلاص هي كده جاهزة إن هي تخش الفرن. آخر خطوة بس عملتها إن أنا حطيت رشة كده من السكر البودرة على الوش عشان تدينا اللون البني الحلو. لو حد مش حابب يعمل الخطوة دي ممكن يكتفي كده بالكريمة زي ما هي وبرضه هتديكوا لون حلو، أو ممكن كمان تحطوا يعني مكعبات كده زبدة برضه هتديكوا اللون البني المحمص الجميل ده. طبعًا أنا دخّلتها الفرن ما شغّلتش الفرن، أنا شغّلت الشواية بس لمدة 10 دقايق كده والّا حاجة عشان تاخد لون بس من الوش وخلاص، لإن هي كلّها مستوية يعني، ف قعدت بالضبط حوالي 10 دقايق بالكتير في الفرن وطلّعتها. طبعًا هي لمّا بتتقدّم سخنة بتبقى حلوة جدًا، جدًا يا جماعة، يعني مش قادرة أقول لكم على الريحة ميكس جوز الهند مع الزبيب والبطاطا كانت حلوة جدًا، جدًا. طبعًا قطّعتها كده وهي سخنة، لإني طبعًا ما قدرتش أستنى عايزة أدوق، فقطّعتها كده على طول وقدّمتها وهي سخنة. طبعًا البطاطا موجودة كتير في السوق وسعرها رخيص جدًا، يعني مش غالية. اعملوها بقى بوصفات مختلفة، يعني مش لازم كل مرّة المشوية، لإن المشوية ساعات الولاد مش بيرضوا ياكلوها أوي. الوصفة دي بقى طبعًا مسكّرة، تقدروا تتحكموا في كمية السكر زي ما أنتم عايزين، فالولاد بيحبوها أكتر أو بيبقى يعني في إقبال عليها أكتر. طبعًا مفيدة وبتدّي طاقة وكمان مناعة كويسة جدًا وإحنا في الشتا، فإن شاء الله هتعجبكم، وفي نفس الوقت يعني اقتصادية وعلى قد الإيد، ويعني اسمنا عملنا تحلية كده متعوب عليها أو تحسوا إن هي كده شكلها فخم، ولكن هي مكوناتها بسيطة جدًا وكمان طعمها رائع. أهو بصوا بقى بعد ما اتقدمت سخنة، طبعا طبقة الكريمة اللي على الوش دي بتبقى سايحة، لو استنيتوا عليها تبرد بتكون يعني تماسكت، ولكن هي وهي دافية بتكون أحلى. يعني حتى لو بردت تقدروا تسخنوها كده في الميكرويف نص دقيقة ولا حاجة، هيكون طعمها أفضل كتير. أتمنى تكون الوصفة عجبتكم، هستنى رأيكم في التعليقات. باي باي.